رجع الرئيس مبارك في يوم بيته في مصر الجديدة. أول ما دخل البيت لقى فيه صنايعية جوه الفيلا وشاي وسجاير وقلبين الدنيا. بعدها نده على مسؤول الإنشاءات في رئاسة الجمهورية وسأله فهمني إيه اللي بيحصل هنا دلوقتي. رد المسؤول: يا فندم، السيدة سوزان طلبت إننا نغير لون الستاير والحيطان اللي في الدور الأرضي علشان بقالهم فترة زي ما هما ما اتغيروش، وقالت نفسيتها مش تمام من الألوان دي. الرئيس مبارك اتنرفز وقال له طبعا البيت هيبقى مورستان وهيصة وفيه دب طخ، فكنتوا تشتغلوا في أي يوم تاني. مسؤول الإنشاءات قال له لا يا ريس، الموضوع مش هياخد ساعتين تلاتة، عقبال ما حضرتك تاخد الغدا هيكون الدنيا تمام وكل حاجة مية مية. مبارك قال له ازاي يعني؟ ما انا عارف النقاشة والدهانات ودلع الصنايعية ويومهم اللي هيبقى بسنة. الراجل لسه هيرد عليه. الرئيس مدالوش فرصة، قال له يا بيه الحيطان لسه هتاخد معجون ووش اولاني ووش تاني، انت مفكرني مش فاهم ولا ايه؟ كل ده وتقول لي اخد الغدا؟ المسؤول قال له كلام سيادتك صح يا فندم، بس احنا جايبين دهانات حديثة مش هتاخد وقت، وزي ما قلت لحضرتك هما ساعتين زمن. مبارك قال دهانات حديثة؟ ومين بقى اللي هيدفع فلوس الكلام ده؟ انا جاي من بره مخنوق على اخري. رد المسؤول وقال له لا يا ريس، الدهانات دي مصنوعة هنا في البلد ومصنع جديد في برج العرب، هو فعلا الخامات من بره بس بتتصنع هنا معاليك. مبارك ما كانش مقتنع بكلامه وقال له ماشي لما نشوف. وبعدها طلع الرئيس مبارك الدور التاني ياخد الغدا، قعد حوالي 3 ساعات وبعدها نزل بعد الغدا لقى الحيطان والستاير اتغيروا والعمال ملهمش اثر، وما لقاش قدامه غير مسؤول الانشاءات وقال له انت بتتكلم جد بقى؟ تعالى بقى هنا قول لي ايه حكاية المصنع ده. رد المسؤول عليه وقال له المصنع ده في مدينة برج العرب الصناعية وصاحبه مصري. الرئيس قال له طب انا عاوز اشوفه على طول، كلمه وخليه يجي زيارة، بس خلي الموضوع بينا محدش خالص يعرف بيه. المسؤول خرج من الفيلا وقعد يدور على تليفون صاحب المصنع وجاب الرقم وكلمه وبلغه ان الرئيس عاوز يشوفه بكرة. وصاحب المصنع طبعا جه في الميعاد ووصل لقصر الرئاسة ولقى تصريح دخول باسمه. دخل صاحب المصنع وانتظر، وجاله الرئيس بعدها بشوية وسأله من بعيد كده ايه الشغل الجامد اللي انت عامله ده؟ صاحب المصنع حكى قصته كلها للرئيس، وبعدين مبارك سأله تاني طب انت عندك اي مشاكل في الشغل؟ صاحب المصنع قال له لا معاليك، كله تمام التمام ومفيش مشاكل، انا كل اللي مستنيه المحافظة تطلع الرخصة اللي معمول عليها المصنع علشان انا ناوي على توسعات وهنجيب معدات من بره مصر. مبارك قال له عينيا الاتنين. نده على سكرتيره وقال له اطلب المحافظة يخلصوا كل اللازم للراجل المحترم ده وتدوه الارض. المحافظ ادى التمام للرئيس، وصاحب المصنع وهو مروح كان هيغمى عليه من الفرحة. وبعد كام شهر الرئيس مبارك افتكر صاحب المصنع وكلم مسؤول الإنشاءات يكلمه ويسأله على أحواله، وهنا بقى حصل اللي ما كانش متوقع إنه يحصل. صاحب المصنع تقريبا ما كانش عاوز يرد، بعدها رد وقال له أنا متشكر ليك جدا وللرئيس. المسؤول قال له طب الرئيس عاوز يشوفك. رد وقال له سامحني مش هقدر اجي. رد عليه المسؤول وقال له انت بتقول ايه؟ انت مش عاوز تيجي للرئيس؟ انت شكلك كده عاوز مشكلة ومش عاوز تعدي الموضوع على خير. رد وقال له لا مقصودش، بس انت ما تعرفش ايه اللي حصل بعد اول مرة. وابتدى يحكي ان المحافظ لغى الترخيص المؤقت اللي كان شغال بيه وهدده باخلاء المصنع ويسلم الارض يا اما هيتحفظ على المصنع باللي فيه. مسؤول الرئاسة قال له هرجع اكلمك تاني وترد بسرعة، فاهم؟ مسؤول الرئاسة راح للرئيس وحكاله على كل حاجة. الرئيس انفعل بشكل مش طبيعي وكلم رئيس الوزراء وقتها الدكتور عاطف صدقي وقال له المحافظ ده يروح بيته دلوقتي حالا، ومش عاوز اسمع اسمه في اي حاجة، لا محافظة ولا وزارة ولا حتى عمارة. رحم الله الرئيس محمد حسني مبارك.